صباح الخير. اليوم جايتكم فيديو جديد، وهاي أجواء الفجر. شوفوا العصافير وأصوات العصافير. الهواء النقي والسيل. راح أروح أسوي ريوق وأقعد أتريق هنا، لأنه بعد الكهرباء اللي هسه ما صارت هاي 3 أيام، ولازم أروح للدائرة أكمل معاملة. بس الريحة داشتمها. ابقوا وياي أكمل فيديو وياكم حبايبي. هسه حبايبي راح اقعد هنا اتريق باجواء الطبيعة وعلى الارياح الطيبة، ريحة الطبيعة، وعلى اصوات العصافير. صباح الخير، شلونكم حبايبي متابعيني؟ ان شاء الله زينين. روتيني تنظيف اليوم، لانه كهرباء الباحية اللي سووا لي اياها. هسه انا اليوم دا اصور لكم. اليوم والله شنو من الايام، يوم ثلاثاء، اعتقد ثلاثاء. سووا لي كهرباء البارحة وجيت يعني ثبتت بالبيت، لان انا كان ما عندي كهرباء، فطالعه من البيت يم بيت مروه ويم بيت رامي. فهسه شغلت الغسالة، كملت المواعين. هسه راح اطب اسوي اصفط المواعين حتى تريق. ادي هاي هنا، لازم من اطلع اخذ الشياسة الكرمون مال الزبل ادبهن وياي. فش اسمه، غطيتهن بهذا الكمبار، تجي البزولة اطشرهن. اجواء الصباح ادي حلوة، صوت العصافير والرياح الطيبة والهواء. بس المشكلة من اقعد الصبح ماكو بالبيت ولا ذبانة ولا بقاية. اني الا افتح شبابيك وما حاطة سيم بعدني زين، يطب لي هذا الدبان. خليني اروح اطفي هاي الاضوية منها.
راح اخذكم وياي جوه، شوفكم شوي الاجواء هاي مال الحديقة. طبعا ساعة بالستة. من يوم العزيمة الماعين طبعا رسلت أنا طالعة برا إنه مال بيت مهيمن تاخذ. أنا أدري بيكم تنتظرون الفيديو يوم يوم، دائما تسألون أنتم ماكو الفيديو أنتم ماكو الفيديو. أوديهم بالهوب. اليوم يجون صديقاتي بعد أخاف أقول. أخاف أقول راح يجيني فلان لا راح تجي أحد. بس تقولون هواية غراض حاطة على الكاونتر، والله هواية. وين أوديهن؟ وين أوديهن؟ أوديهن بالمطبخ. نشب كله.
هذني 7 يسموهن بنات نعش، 1 2 3 4 5 6 7. لو تدرون ذني من ايش وقت عندي. هذني اشتريتهن وانا صف خامس اعدادي. هاي الوردات بنص هذني ملاتي مال الدائرة حدها. مي صارت حارة الدنيا تمام، الثلاجة راح نحط. هاي لحليبها بعد ما تفيد لان كسرت الخشبة مالتها. المي لازم كلها احطها بالثلاجة بعد صارت الدنيا. والله الصبح باردة كانت والله العظيم. يعني اتحرك منها يوقع هذا الشيء منها. اليوم ما ادري ايش لابسه براسي والله من الفراش للشغل قبل لين راح يجينا خطار. هسه انا اريد احكي لكم شويه متابعيني. سويت الجروب، تدرون جروبي مال طبعا خليته بالواتساب جروب، وقلت اي سيدات من محافظة أربيل تريد تنتمي إلى صداقاتنا وإلى جروبنا، احنا يعني أرحب بهم وينتمون بمخالة رقم تليفون يتصلوني أو يدزون لي رسالة على الواتساب بأن يردون ينتمون هذا الجروب، جروب سفرات. يعني آخذهم أروح للعمرة، آخذهم وراها يعني فترة نسوي لنا سفرة سوريا، سفرة مصر، سفرة يعني أي دولة من الدول جروبات نروح. حاليا جروب سفرات داخل أربيل، قصدي داخل الإقليم. هسه إن شاء الله عندنا سفرة راح نطلع بيها الزاخو، جسر العباسي، كهف أنشكي، مصيف شرانش. يعني عندنا المصايف يخبرنا كلش حلوات. زاخو صايرة كلش حلوة. فاللي تريد تنتمي للجروب من كل محافظة أربيل على مود تقدر تطلع ويانا، لأن جروبي سفرات. يعني أنا أرحب بجماعة بغداد وجماعة باقي المحافظات، لكن ما يقدرون يطلعون وياي سفرات لأن بعيدين علي. فمن هذا الإعلان يعني أنا أقول لبناتنا في أربيل جميعا اللي تريد تتصل أو تريد تشترك بالجروب، جروب السفرات اللي موجود على الواتساب، واللي يبدلوا البنات اللي موجودات بالجروب تبدل الاسم، سموه حبيبات الحجية ام زيد او محبات الحجية ام زيد. واني راح اغير عليه، راح اسويه
محبات الحجيه ام زيد وسفراتها، لان هو الجروب مال سفرات. زين عيني. فاذا تريد تنتمي تتصل على الواتساب 075 066 936 هذا الرقم بواتساب، وتكتب لي اريد ادخل بالجروب، وتكتب لي هي من اربيل لو لا، وتكتب لي اسمها، وانا اضيفها وياي بالجروب. واتمنى جروبي يكبر ويكبر، نطلع سفرات ونتونس. والحمد لله والشكر على محبة الناس وعلى تفاعلهم وياي. شكرا جزيلا لكم، ما دا تقصرون، وانا يعني دا افشل من معاملتكم وياي ومن تعليقاتكم الحلوه. هسه انا يعني قلت صار يومين ما مسويت لهم فيديو، خلي اقوم اليوم من الصبح اسوي الفيديو. وعندي لقطات ما اخذتها قبل يوم العزيمه، عندي يعني صارت عاصفه وصارت شغلات وصورتهن هوايه، عندي شغلات راح اجمعهن ويا هذا الفيديو. يعني هذا الفيديو راح يكون يعني لام ويا هواي شغلات. واكمل اليوم الغداء مالتنا. راح يجون البنات، وما بدي اقول اسماء واقول خطار وهاي، حفاظا على المشاكل اللي صارت، واللي بسبب يعني بعض الضعيفين النفسيات مع احترام الباقين، واللي يعني يمكن ما عجبتهم اللمه مالتنا ويحبون يسوون مشاكل. انا اقول لهم واعيدها واكرر، اللي يأذيني ويأذي بناتي وجروبي اقول حسبي الله ونعم الوكيل. واتشرف بالباقين اجمعين، وابقوا وياي. هسه انا خلصت تقريبا المطبخ، وراح اروح اشر الهدوم. غسلت الهدوم وراح اخذكم وياي اشر الهدوم. هسه هاي خلصت الكاونتر هيجي، يعني كان فد مره مهوس والقماعين وكهرباء مطفيه، بس اني على واي يجون البنات ويا زين. شوف منو اريد الكهربائيه يمسحون القاع. زين عيني. هسه راح اخذكم وياي برا عمود اشر الهدوم. هسه حبايبي طبعا شوفوا الجو كلش حلو اليوم، شمس ماكو والزرع والاجواء. ورا ما اشر الهدوم راح اروح اسوي ريوق واطلع طريق بالحديقه. تمام. حياة حلوة، والحمد لله والشكر على هاي النعمة الفضيلة ما انسى بها ربي والله العظيم. كل ما هيك اتلفت منا ومنا واشتم هذا الهواء الطيب يعني فد راحة.
تقولون خلى الكاميرا مفتوحة والفيديو صار طويل، لكن أنا أدري بيكم تحبون تتفرجون على الطبيعة وهاي الأجواء الحلوة. تمتعوا بالمناظر الحلوة والجو الحلو. سمع صوت الفختية، سامعي هذا الصوت الحلو؟ هذا ويا جاي الصيف، خلص الربيع بدا الصيف يعني. هسه طبعا حبايبي هسه تقولون اليوم الحجيه ايش لابسه، شو مسويه بنفسي؟ انا من الفراش قمت على الشغل راسا. اليوم اتريق، راح اتريق، ما احب زفر وهاي، قلاص حليب وبسكت. والله حتى قهوه ما اسويها. ورا الحليب اسوي. راح اسوي من هذا الشاي بالترمز الكهربائي. يكتبوا لي تأيدون حياة الوحدة لو لا. يعني والله أنا تعودت على هيك عيشة تعجبني كلش. يعني بالليل قاعدة دا أكتب، كانت الدنيا المغرب دا أتفرج على العاصفة، شو منا أباوع ساعة بالثنتين بالليل. هاي يعني يبقى عندي بالبطالة مي منا استعملها للهيكة. دائما من اجي اريد اسوي ريوق او اسوي فجدر استعملها او هاي، لازم افحص كل شيء يصير. خاف فايت بيصير فايت يعني ابو بريس اسم الله.
هسه يصير هذا الشاي بين ما اروح اشرب دواء واجي اسوي لي قلاص حليب. ارجع لكم. هسه حبايبي راح اشرب الدواء مالي. يعني أنا أفضل أقعد برا، يعني قاعدة برا أتخبل، بس ما أدري شو حضرت هنا. أنا قاعدة برا، أنا كل يوم أتريق برا أقعد أصفن على الشارع، على الزرع، على الأجواء، كل شيء يعجبني من أقعد وأصفن وما أحس على نفسي، أظل صافنة حتى ما أفكر بشيء، ما أفكر. هذا الشاي أبو الغزالين ريحته قوية، وهذا حليب محمود. فأنا دائما أحب أتريق حليب وبسكت. بس يقولون شلون لا قياس لا شيء. هسه احنا عندنا اول سفرة ان شاء الله يوم السبت، راح نطلع على دهوك، بس اكو هواية شغل بالجروب، يعني لازم انزل لهم التفاصيل، ولازم اخذ اسمائهم، ولازم اعرف مكاناتهم، ولازم يعني هذا الشغل اجاني اضافي للقناة. يعني انا يا دوب اقدر اسوي المونتاج مال الفيديو، وإذا تتراكم عندي التصويرات مال الفيديوهات، وإذا تتأخر عليكم ولو يعني يومين ثلاثة ودا انزل الفيديو، يومين ثلاثة ودا انزل الفيديو، ما يخالف. اكو مشاهدات هواية لكن اشتراكات ماكو، ممنونة من عندكم. يعني أنا هذا الفيديو الأخير أدري كل الزين هواية عالم شافوه،
ضيعت الحباية طبعا. هسه خليتها هنا على الدفتر. وين راحت؟ حباية مرة ما تزم خليتها على الدفتر. ما شفتوني وين حطيت الحباية؟ شربت اثنين وخليت واحدة هنا، اختفت. حتى مقطوع هذا بالقوة لقيتها البارحة. شفتوني وين حطيتها؟ مو حطيتها قدامكم على الميز هنا؟ لو رجعتها بالكيس. لا احسد الكاميرا وياكم، اشرب حليبي، اتريق، اكمل وارجع لكم. ادور الحبايه والبسكت صار بالقاع. والله هسه خليتها هنا. هسه حبايبي رجعت لكم من جديد، راح اسوي غدا. راح عندي خطار ما راح اقول منو، وراح اسوي راح اسلق لوبيا. ليش راح اسلق لوبيا؟ لانه شنو، راح الخبز الكهرباء كانت مطفيه والخبز بالفريزر فصار كله على شكل بروده، فراح اسلق لوبيا نسوي تشريب لوبيا، نحبها دائما نسويها. هم البنات يردون باقله بس انا ما طالع على السوق ما جايبه باقله. وراح اسوي تبسي باذنجان، وراح اسوي تمن شعريه، وراح نشوي دجاج. فابقوا ويانا على الغدا مالتنا اليوم ان شاء الله يعجبكم. وهسه حبلش نجيب الشغلات، بس انا ما اريد ادخل الفيديو عليكم، خل اطفيه واحضر. هسه حبايبي مثل ما قلت لكم راح اسلق اللوبيا. اول شيء اذبها على النار. طبعا هي اللوبيا بالشتاء طيبه، بالصيف ما طيبه، بس هسه هاي اخر مره يمكن نطبخها على مود الموسم. راح اروح احطها على النار وارجع اسوي الباذنجان املحها على مود اسوي التبسي مال الباذنجان وراها. ان شاء الله الغدا مالتنا راح يعجبكم، والاجواء الحلوه والطبيعه والخضار راح يعجبكم. انتظر خطار ان شاء الله. ذبيت اللوبيا على النار، وهسه راح اسوي الباذنجان. حبيبتي والله العظيم خليتها على النار والله، فلا تجيبين حتى خبز عندي انا هذا بدي اخلصه بالفريزر، لا تجيبين وياك خبز. بدي اخلص هاي الكميه اللي عندي وهاي خبازي يمي تخبز. والله العظيم كل شيء تجيبي لا تكلفين نفسك. زين
يلا حبيبتي انتظركم. هسه اني راح اسوي الباذنجان وراح اسولف وياكم سوالف حلوه تعجبكم. سبحان الله كله تغير. يعني قبل الباذنجان مالنا مال قبل تتذكروه؟ الباذنجان نجيبه لو طرحين، كانت امي الله يرحمها تدزني لسه جيبي باذنجان طرحي، اذا مو طرحي ارجعك. يعني باذنجانه تصير سودة وكبيره هيك سمينه، لازم ما نبزره. يعني اذا جبت لها الباذنجانه مبزره تقلب الدنيا ما تقبل. يابا روحي انت لعد للسوق دازتني الي جيبي طرحي وجيبي ما مبزر. واذا بيوم تريد تسوي شيخ محشي او تريد تسوي دولمه جيبي لي مال دولمه. باذنجان لازم ناعم وسمين. والله امهات قبل والله انا مثلهم، يعني من اتسوق الشيء اذا مو على مزاجي واخذه هيش يعجبني استنقيه استنقي، ما احب المسواق المكوم وعتيق. هسه انا هذا الباذنجان هم جبته جديد، بس هو هنا النوعيه يمكن هذا مال الغرب مال هاي الزجاجيه ما اعرف شو يسموها. شايفين هيك باذنجانه رفيعه وطويله اباك خياره. زين اطيب اكل بالصيف، اطيب اكل بالصيف هو اكلات الصيف الحقيقيه. يعني ليش هسه هم من قاموا يسوون مثلا موجود كله بالمجمدات وهاي مثلا مال الصيف ياكلوا بالشتاء ومال الشتاء ياكلوا بالصيف. لكن هو لو تجون للحقيقه اكو حكمه من رب العالمين. يعني هو رب العالمين خالي الباذنجان للصيف وينكال بالصيف، لان هو اصلا يعني ما اعرف يعني حار او بارد ما اعرف شنو، يعني الله له بها حكمه غير. ومنخلى الباميه بالصيف، احنا قمنا ناكلها بالشتاء، نحطها بالمجمده وناكلها بالشتاء. زين فوين الصح يعني اذا مو كله على الطبيعه مثل قبل. قبل ماكو لا ثلاجات لا مجمدات، وطبخهم اكثر شيء بالليل، بالنهار وياجينهم يشتغلون طبخهم بالليل. من العصر ركوا بين الباميه الباذنجان هاي بالصيف، ينامن بالسطح صعدنا بالسطح ياكلون واكلوا والرقي بالسطح وقعدوا يتعللون سوالف وهاي والجهال تنام على السوالف. ما احلاها هذيك العيشه الحلوه. هسه الباميه ما يركبوها بالصيف غاليه، طلعوها من المجمده بالشتاء ياكلوها. يا ربي يا ربي الحمد لله والشكر على كل شيء. هو طبعا حتى الطعم يختلف. يقول حاتم العراقي حتى الطعم بديرة هلي يختلف. والله صح. هسه اني اولادي من يجون يمي والله العظيم لو قد ما هم ببيتهم اشكال والوان ياكلون، يجيني زيد من الباب يروح على المطبخ يما شو مسوي اكل؟ لو اي شيء مسويته يشوفه حلاوه. هيجي يشتمل الاكل يما هيجي. اتذكر اكلك حتى مروه اكلها كلش طيب، لكن من تجي وتشوف اكلي لو اي شيء مسويته، حتى انا هسه انا ترى ما دادر بالي الاكل شلون ما كان، وهم يجون من الباب اوه في يما اكل شيء خبل. والله العظيم يا رب يحفظهم ويستر عليهم. ومع وكل هذا لكن القهرة الكبيرة يم صفا ببغداد ذيك تبكي من تخابرني تقول لي يما انا وانا اشتاق لك واشتاق لاكلك واشتاق لشوفتك ولمتك. هسه خاصة نشوف اللمة مالتي والحبايب وياي ونقعد وصديقاتي والعزايم والقعدات. والله خطية تبكي يعني تقول هيك لو خبز وبصل يمك اقعد اكله. يعني هنا الانسان يقوم يتذكر او يعني شغله هاي مهمه كلش اللي عايشين هسه ويا امهاتهم. يعني القعده ويا الام ويا العائله ما تتعوض، والله العظيم ما تتعوض. اني
يعني اني هسه قاعده وحدي صحيح ومرتاحه الحمد لله والشكر، والله عوضني يعني من جتي ايام صدق تصير عندي كآبه واحتصر وابكي وانقهر، لكنه رب العالمين ابطاني عوضني يعني خوات، عوضني صديقات، عوضني محبين، عوضني متابعين، عوضني العالم كلها يعني سدوا الشاغر عني. يعني سبحان الله وتعالى ما ينسى عبده نهائيا والله العظيم. وهم من ابعد اقول اني كنت لامه اولادي كلهم ببيت واحد وقاعدين، بس صح جتني تعليقات قالوا لا تتندمين لانه انت خليتيهم يرتاحون، كل من قاعد ببيته ومرتاح وعائلته واولاده، لو باقين بعدهم بنفس البيت كلهم كان هسه المشاكل قابه لي وين وما يرتاحون. وفعلا صحيح يعني اني هسه اسمع يعني صح مهتمين ببيت واحد وهاي، لكن ماكو راحه. مشكله ممكن على الماعن تصير مشكله، على تنظيفه البيت مشكله، على الجهاز تصير مشكله. فاني من اصلا اقول لا رب الحمد لله والشكر خليهم مرتاحين وواحد يحب الله، لانه ما قاعدين بمكان واحد ويعني حتى تصير المشاكل، بينما كل من ببيت واحد يشتاق لله. يعني زيد هسه احنا هم ثلاثتهم باربيل ما عدا صفا موجوده ببغداد، هذول اللي باربيل يعني من واحد يجي يم الله واحد يحب الله، الحنيه بيناتهم مو طبيعيه لانه ما عايشين ببيت واحد. مروه تيجي على بيت رامي يجي يروح على اخوه، يعني خطار الحياه حلوه صارت احلى. فانا اقول انا ناجحه بهاي الشغله، انتم كتبوا لي ناجحه بالشغله اللي سويتها لو ما ناجحه، ان شاء الله ماكو خطا وان شاء الله الله يسعد الجميع. واني من اقول قصرت لانه بقيت وحدي، لكن هسه الله عوضني بالخير وبالصداقه وبهوايه اشياء ما تنذكر، يعني ما اقدر اذكر لكم كل اللي دا يصير عندي. الحمد لله فرحانه بحياتي والف الحمد لله والشكر على الصحه وعلى العافيه والستر اهم شيء اهم شيء. والى اضافه الى ذلك يعني انا اطلب من ربي بس اكون قله شويه بالرزق، ان شاء الله الله يعوضنا الرزق بالعافيه وبالستر وبالمال. هاي يعني شيء ثانوي الرزق، بس احنا كمرتاحين بس اقوم اقلي الباذنجان على مود اسوي تبسي باذنجان شويه، وهسه شفتوها تحكي وياي لا تسوي لا تسوي. انا يعني الله يعني هسه اني قاعده هنا وقدامي الحديقه والزراعه والخضار والهاي، ينقصني بعد الدجاج بس يسوي لي وسخ ذبان وبيض بعد ما ادري خليها مو هسه. هسه انا ذبيت اللوبيا على النار حبايبي، ولح اطفي الكاميرا لح اروح اركب الباذنجان. كلكم تعرفون تسوي يعني ما يحتاج اني اصور كل لقطه وش راح اسوي. هاي راح اقلي الباذنجان واطبقه ويا البصل والطماطم واسوي تبسي قلي. تشوفونا على الغداء ان شاء الله بين ما يجون صديقاتي. حبايبي هذا التبسي مالتنا، تبسي الباذنجان، اللوبيا استوت على النار، وهذا التبسي كله مقلى وكامل، وراح اخليه شويه على النار فد 5 دقائق واطفيه لا يقل حلقكم. الثوم عاطه ريحته من اهم شيء الثوم. ابقوا ويانا نكمل الفيديو وتشوفون غدانا اليوم. هسه جوي صديقاتي شغلوا فيروز، وهذا التمن على النار. اقول جو صديقاتي وشغلوا فيروز. والله القهوة ما تحلى الا من ايدك والله العظيم. وانغام فيروز. هسه صديقاتي اللي حيبدلون القعدة هنا على مود الفي، على الطبيعة وانغام فيروز والقعدة الحلوة. رح نتغدى هنا حبايبي. طبعا احلى قعده ويا زميلاتي اللي ما اقول اسمائهم بعد نهائيا، حبيبه قلبي حفاظا عليهم والله العظيم، لانه ما به كفايه تلقينا مع الاسف. بعد روحي في دول حبيبه قلبي. سوينا الغداء وبعد ما متغدين هسه راح نشرب القهوه. اكيد. وهاي الكيكه من صاحبتي وصديقتي وزميلتي وعزيزتي. هاي منور يلا. حبيبتي الغاليه ممنونه منك طبعا. عافيات. زين عافيات وعاشت ايدك. عافيات. زين. ويعني انغام فيروز
واني التعليقات اللي جتني ليش الحجيه تسمع اغاني؟ يعني فيروز ويا القهوه ويا الكيكه، يعني ما اتصور مسوين فد شيء، اكو شيء. لا اجواء الصباحيه هاي صباح. هاي كلش حلوه، هي مو واجواء صباحيه. المزرعه يعني. هسه حبايبي طبعا اليوم مثل ما حكيت لكم شربنا القهوة وقعدنا وتونسنا، وهسه رح نصب غدا. لكن اني يعني كل ساعة هسه يقولون تبالغ هواية الحجية صايرة، يعني اباوع هاي الورود الحمراء يسموها شقائق النعمان ما اعرف شنو، يعني تزيد يعني يوم على يوم. اباوع هسه اصور لكم لقطة اريدكم تشوفوها، فشي كلش حلو كلش حلو. يعني شوفوا هاي المزرعة هاي بعيدة علي، لكن دا أباوع هاي الورود الحمر من بعيد تخبل زين. شوفوا ايش قد بعيدة علي. شوف واخذ لكم لقطة للبط، هذول القبالي عندهم بط من النهار كله انا قاعدة اتفرج عليهن. شوفوا شلون التمن كلهن جوا الشجرة علفي. طبعا اقول لكم التين ما شاء الله طالع. خلي اروح ايمه واصور. شوفوا ما شاء الله انا من زمان ما جايه هنا. شوفوا التين ما شاء الله حتى محمله. هاي الحديقه الورانيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله اني كلش مهمله يعني هواي شغلات اني مدى يعني المفروض اشتغل عليها. هاي الشجره سبحان الله نص طاق ونص يابس. شوفوا رب العالمين سبحان الخالق. زين شوفوا الشمس غابت، شوفوا ذن الاشجار. هذا مكاني وهذا بيتي. اطلب تعليقاتكم الحلوه. هسه رايحه البنات دي يصبون غدا ترى، وانا قاعده اصور برا. زين هنا راح اجيب هاي الطبله اللي اخوي اياها بصفها اخليها نتغدى هنا. يلا هسه حفرش هذا النايلون. تمام. هنا هاي طبعا القنفات شلت اثنين سوينا قاعده هناك. سويت قاعده هنا عمود في شويه قامت تجينا شمس حاره، وذن اثنين هنا. طبعا كل ما تجين تجيبي لنا من هذا هاي عاشتيدك. اي والله نرد اشتري مثلهن. هو عادي حتى هذا تشرشف طار. يعني من وحده بس يصير بيها مي تصير كلها تخرب. كلش حلو عجبني والله. اجمل سفرات مع اليوم زين مع حبيبات. لا اجمل سفرات مع اليوم زين. شلون يعني شلون ما تشتغلين سوي؟ انا ما اعرف هيك، انا ما اسوي اصلا هيك. بطنج وصل بس. بطنجان احط بس الباقي له. فرشي انت عادي. عاشت عيالي والله عاشت ايدك. زور قرمه. المرقه زور قرمه. اي زور قربنا. تمام. وهسه حنحط التشريب مالنا، خلينا اياه بالنص. فرمو. شكرا. فرمو تفضلوا. زور قرمه. زور قرم تعال.
ما شاء الله ما شاء الله. يما عاشت الايادي. وريشة. التمن. بعد التمن مصابي. يما شلون صفرة هي. بسم الله ما شاء الله. لا يقل حدكم حبايبي الغالين، هاي صفرتنا وقاعدين احنا وين قاعدين، شلون اجواء حلوة. شوفوا صفرتنا من اجواء الريف. عاشت ايدش حبوا حبايبي. هسه هاي صفرتنا وهذا غدانا، وسلامكم العافية. رح نتغدى وحتى ان الفيديو بالمرة، ويعني ما اقدر اذوق لو ما اذوق. ويا اكلين عودة راح اذوق الدجاجة بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. غدا حتى لو ما طلع هاي الاجواء يصير يخبل. والله صح صدق. لو لا؟ شو بيتخبل بيت الدجاج هاي. بلا بعافية. الله يعافيك. عاشت ايدك على الدجاجة بالعافية. حبايبي. الى هنا راح اتي الى نهاية الفيديو اليوم. ان شاء الله استمتعتوا وياي، وانتظروا مني فيديوهات جديدة. وانا ما اريد اطلع بعض صديقاتي ونسوي اللمة كاملة وهاي. انتظرونا بفيديوهات. حطوا لي لايك، اشتركوا بالقناة، ولا تقصرون وياي، شاركوا الفيديو ويا اصدقائكم واحبابكم. الى اللقاء ومع السلامة.